السلام عليكم إخوتي المتابعين، معكم أخوكم أسامة. اليوم سنقوم بشرح أجهزة قياس السرعة. عندنا جهاز قياس السرعة يمكن للدراجات الهوائية، يمكن أيضا تركيبه في الدراجة النارية، ولكن هنالك استثناء سنقوم بوضعه في الفيديو. كما تلاحظون إخوتي المتابعين، عندنا جهاز قياس الدرجة النارية بالكيبل، هذا بالكيبل كما تلاحظون، وهذا اللاسلكي، هذا اللاسلكي يعني بالوايرس. كما تلاحظون هذا الوايرس فيه العلبة الخاصة به، يختلف تقريبا على السلكي، ولكن السلكي أفضل في ناحية واللاسلكي أفضل في ناحية أخرى. سأقول لكم، هذا هو اللاسلكي. كما هذا الكابتور أو اللاقط، هذا يقوم بتركيبه، هذا هو تركب في المقبض. يعطيك كذلك أشياء لتركب عليها. هذا المغناطيس تركبه في عجلة الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية، لا مشكلة. سأقول لك كيف تركبه في الدراجة النارية. هذا هو اللاقط، شرحنا فيما سبق اللاقط اللاسلكي. هذا هو اللاقط اللاسلكي. الاختلاف البسيط هو يوجد سلك بين اللاقط والجهاز كما تلاحظون. هنا قمت بتركيبه. هذا هو اللاقط اللاسلكي. عندك distance، المسافة، يحسب المسافة، تايم، الوقت الذي استغرقته، فيه كثير من الأمور. هنا كما تلاحظون قمت بتركيب اللاقط اللاسلكي. هذا اللاقط اللاسلكي هو كبير، من الأفضل تقوم بتركيبه بسلك حديد وسلك بلاستيكي. سأقول لك لماذا. لأن السلك الحديد يمكن أن ينقطع، والبلاستيكي إذا انقطع البلاستيكي يبقى الحديد ماسك مليح فيه. هذا هو الدراجة. قلنا كما تلاحظون في عدة أشياء، خيارات، منها الوقت، ساعة، يوجد فيه ساعة كما تلاحظون. أقوم بتدوير العجلة 9 كيلومترات. الآن هو يقوم بالجري 9 كيلومترات. أنا أقوم بالتدوير فقط العجلة الأمامية. من الأفضل يكون في العجلة الأمامية اللاقط المسافة الخاصة به قصيرة جدا. لم أقم بوضعه في المقبض لأن المقبض بعيد. من أفضل وضعه قريب جدا من العجلة حتى يقوم بالتقاط السرعة. عندنا الوقت والمسافة والماكس، السرعة القصوى. الأفريج هو متوسط السرعة التي تسير بها. هذا هو الجهاز. رابط شرائه تجدونه أسفل الفيديو. كذلك سأقول لكم يعني بعض النصائح. من الأفضل يعني تركيبه في العجلة الأمامية وليس الخلفية، لأن المسافة قريبة. وكذلك من الأفضل تغيير البطارية، لأن بطارية الكابتر عمرها قصير جدا. من النصائح أيضا أن يجب أن يكون لديك كاتم صوت جيد للمحرك، لأن صوت المحرك أو صوت العادم، مخرج الشاطمة يعني، يجب أن يكون لا يخرج صوت كثير، لأنه يؤثر على الكابتر أو اللاقط. لأن الصوت الكثير هذا يعمل بالموجات الصوتية، يمكن أن يؤثر عليك. قد تلاحظ قراءات غريبة مثل 99 كيلومتر وأنت تجري بسرعة 30 كيلومتر، يعني هو سبب الصوت المرتفع. لذلك يجب أن يكون لديك عالم. من أفضل هذه الأشياء السلبية في اللاقط اللاسلكي. هذه السلبيات لا توجد في اللاقط السلكي، يعني اللي عنده سلك ليس فيه هذه السلبيات. ولكن على حسب مقارنة، السلكي أرخص من اللاسلكي، ولكن اللاسلكي أفضل لأن السلك لا ينقطع وجيد. طريقة التركيب يعني بسيطة. بطارية في الكابتر، هذا بالنسبة للاسلكي، وبطارية في الجهاز، وتقوم بوضع كما تلاحظ في الصورة المغناطيس في العجلة الأمامية. إذا لم يكن هنالك سلك يعني للعجلة، قم بوضعه بغراء. كما تلاحظون يجب أن يكون 2 ملي بعيد اللاقط على المغناطيس. كما قلنا المغناطيس تركبه بغراء في الدراجة النارية كما موضح في الصورة أمامكم. هذا بالنسبة للسلكي واللاسلكي نفس الأمر. كذلك من الأفضل أن تقوم بربط اللاقط بأسلاك، كما قلنا سلك بلاستيكي وسلك حديدي.
المهم هذا كل ما في هذا الفيديو، أرجو أن إعجابكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم. سبسكرايب يا غليل.